كانت هذه هي الريزولطا فينال ديال لو كيك ديالنا من بعد ما ديموليتو. هانتوما راه كيجي رطب وكيجي زوين. شوفوا الوسط ديالو كي كيجي. السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم كيك صالح للمرضى السكري واصحاب الحميه، خصوصا الناس اللي ما كياكلوش السكر والملحه. عندنا كاسونس ديال كاوكاو مهرمش اخضر مهرمش، عندنا جوج ديال البيضات، عندنا النسمه ديال الفاني او تقدروا ديروا حامض او اي نسمه كتفضلوا، عندنا السكر ستيفيا. ندوزو لطريقه التحضير. كناخذوا جوج ديال البيضات كنطلعوهم مزيان بالقراص الكهربائي عشان يطلعوا مزيان. بالنسبه للسكر كنضيفوه حسب الرغبه، انا غادي نكتفي بجوج معالق، تقدروا ديروا نص كاس ديال السكر، تقدروا ما ديروش مره، كل واحد وعلى حسب الرغبه ديالو. انا غادي ندير غير جوج معالق كبار ديال السكر. هذا السكر صحي. هما جوج معالق كنكتفي بهذا القطر صافي. نزيد نخدم هذوك السكر بالباتور باش كيذوب في البيض. من بعد كنضيف لاغوما، هنا كنضيف قطرات من الفاني صافي. هنا كنبقى نضيف الكاوكاو كنحاول انا درت الكاوكاو، تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا اي مكسرات عندكم، كتحركوها من الفوق لتحت بالطريقه حتى كتكملوا الكونتيتي اللي عندكم كامله، باش كتجي بحال كتدخلوا ليها الهواء. من بعد ما كملت درت الكيك في المول ديال الكيك ديزاين. ما متوفرش عندي مول القطر ديالو صغير، هذا القطر ديالو 20 سنتيم. من بعد دابا غادي ندخلها الفران من التحت والفوق لمده درجه الحراره 200 180 لمده 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. المهم انا معكم نقول لكم شحال من دقيقه بالضبط خدات ليا. دابا غادي نردها الطيب ومن التالي نطلق. كانت هذه هي الريزولطا فينال ديال لو كيك ديالنا من بعد ما ديموليتو. هانتوما راه كيجي رطب وكيجي زوين. شوفوا الوسط ديالو كي كيجي بحال مصاوبينه من الدقيق. شوف، تقدروا تزينوه بالكونفيتور لايت او باي حاجه، شوكولاط ريجيم او كاكاو، زبده كاوكاو ريجيم. باش ما بغيتو تزينوه طريقه التزيين كتبقى اختياريه. بالصحه والراحه. ما تنساوش من الاشتراك ولايك، دعموا القناه.